العلب دي بجد ما بتترميش. بصوا انا اول حاجه كده تنيت الحرف بالبنسه، جبت فوم باللون الاحمر ورسمت عليه بالقلم الاسود، طبعا باين البطيخه اللي هنعملها. نجيب بقى علبه الصلصه، وكمان ممكن تستخدموا علب الحليب على فكره، ولزقت تحت شريط عرضه 2 سم باللون الاخضر، ممكن تستخدموا غيره او سوبر جلو. بعد كده شريط رفيع عرضه 1 سم باللون الابيض، وبعد كده لزقت القطعه اللي باللون الاحمر، والزياده اللي من فوق دي كمان هنلزقها لجوه كده عشان الفينش يبقى حلو وندري الحرف ده. شكلها كده تحفه، بس احنا لسه هنكمل. وقصيت دوائر على الفوم الاسود كده ولزقتها هنا، وعملت النقط دي بالوان اكليريك وظهر قلم او خله سنان. بعدين قصيت دايرتين صغيرين الخدود باللون البينك ده، وبس كده خلص. سهل جدا وبسيط. وبصوا بقى حجم المنظم يعني عملاق، شايفين شايل اقلام قد ايه؟ فكره حلوه قوي وكتكوته بصلصال الفوم. اول حاجه قصيت نص ازازه، وجبت كل صلصال الفوم اللي لونه اصفر عندي، وعملت منه رول كده، وبدات اقطعه بكارت او مسطره لقطع قد بعض تقريبا، وعملت كل القطع دي كور، وبعدين بططتها وبدات ارصهم جنب بعض كده على الازازه. كنت بحط ميه بينهم عشان يلزقوا في بعض، ومش محتاجين تحطوا اي ماده على الازازه نفسها. ونلزق على الدواير دي كره صغيره باللون الاورنج، ونضغط في نص الكوره بالاداه دي، او نستخدم مسطره او الكارت اللي كان معانا. محتاجين بقى قلم اسود نرسم بيه العيون كده، يبقى الفكره التحفه الكتكوته دي خلصت. تقدروا بقى تحطوا فيها الاقلام بتاعتكم او فرش الرسم، شكلها بجد يجنن. فكره تحفه. اول حاجه غلفت الكرتونه بورق ملون، بعدين حطيت شمع في الاطراف كده ولزقت كرتونتين كمان حطيت عليهم شمع، وحطيت اخر كرتونه وغلفت من بره بالورق ده. نخلي الزياده بتاعه الورق كلها من ناحيه واحده. قصيت الزياده بتاعه الورق، بعدين قصيت الزوايا بالشكل ده. نتني الزياده بقى كلها لجوه كده عشان التقفيل يبقى شكله حلو ونضيف. عملت من نفس الشكل ده 2 تاني، ولزقتهم كلهم في بعض كده باستخدام الشمع. ودي القاعده اللي هثبتهم عليها، حطيت عليها دبل فيس وغلفتها بورقه اكبر منها ب3 سم من جميع الجهات. واخر حاجه غطيتها بورقه بنفس مقاس الكرتونه، حطيت على العلب كلها شمع وثبتها في القاعده. واخر حاجه زينتها بالستيكرز القمر دي، وعملنا احلى منظم اقلام متين جدا وبيلم ادوات كتير. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم. الفكره دي حلوه قوي ومش هتكلفكم اي حاجه. نستخدم اي علبه عندنا ونشيل من عليها الاستيكر كده وننضفها، ونبدا نحرك العلبه كده عشان نرسم خط متساوي بالشكل ده، دايره صغيره من الورق ونقصها بالنص. حطيت عليهم دبل فيس ولزقتهم على اول الخط ده، حددت الشكل بالقلم وبعدين شلتهم. بعد كده هنقصها بالقطر، ويفضل تسخنوا البلاستيك بالاستشوار عشان يسهل عليكم الخطوه دي. ننضف اي اثر للقلم او اللزق بالاسيتون. بعد كده بدات ارسم عليها والونها بقلم دوكو اسود، وممكن تستخدموا مانيكير او الوان اكريليك. وبس كده خلصت. ممكن نحط فيها الاقلام او فرش الرسم، شكلها تحفه. ده دهان بلاستيك، ضفت عليه الوان مائيه عشان اوصل للدرجه دي. دهنت البرطمان كده، ومش مهم الجزء اللي فوق هنلونه بلون مختلف. اخدت شويه من نفس اللون وضفت عليهم لون اصفر عشان اغير الدرجه شويه. عملت خطوط مايله كده، بعدين عملت خطوط تاني عكس الخطوط اللي انا اخدتها عشان اعمل الشكل ده وبلون مختلف بقى. عملت الاشكال اللي من فوق دي، لونت البرطمان من فوق وعملت كده اشكال نازله وطالعه عشوائيه جدا. بعدين استخدمت قلم دوكو اسود او كمان قلم اكريليك اسود، حددت بيه الرسمه. واستخدمت بعد كده الوان دوكو مختلفه، عملت الاشكال البسيطه قوي دي. بعد كده بقلم ابيض رسمت الشكل ده كده، وبجد يا جماعه طلع خطير. تحطوا بقى فيه الفرش والادوات او تحطوا الاقلام، شغال معاكم في اي حاجه.